أنا ودايما بخطط ليومي بس مش بلحق أنفذ حتى ربع الخطة. هجرب معاكم التخطيط الأسبوعي بتكنيك 1-3-5، وده بيقولوا إنه أفضل طريقة للتخطيط الأسبوعي. كل يوم سبت بجيب التودو ليست أو أي ورقة عندنا وأبدأ أكتب فيها كل حاجة بفتكرها ومحتاجة أعملها الأسبوع الجاي، وبعدين هجيب البلانر وهبدأ من ناحية المخطط الأسبوعي. هبدأ أخد من التودو ليست دي ووزع المهام على الأسبوع بتكنيك 1-3-5، يعني مهمة واحدة أساسية كبيرة في اليوم، و3 مهام صغيرين أقل أهمية، و5 مهام صغيرين فرعيين لو ما تعملوش عادي لو اتأجلوا. يوم الجمعة أجازة فهسجل بس هنقضي يومنا ازاي كعيلة. يوم السبت هراجع كل اللي اتعمل واللي ما اتعملش، واشوف لو حطيت مهام كتير عليا محتاجة أقللها أو حطيت قليل محتاجة أزود، وهظبط وجبات الأسبوع وأي حاجة محتاجة اشتريها، ولو في حاجة urgent وضروري قوي تتعمل هكتبها هنا عشان منساش. آخر كل يوم هحضر لليوم اللي بعده، بروح اخد كل اللي كتبته في المخطط الأسبوعي لليوم ده وارتبه بالساعة هعمله امتى بالظبط عشان المهام ما تسحش في بعضها، وبكتب هنا أهم مهمة أنا محتاجة أعملها النهاردة عشان لو ملحقتش أعمل الباقيين يبقى على الأقل خلصت أهم مهمة. وبالليل بشوف اللي ملحقتش أعمله في اليوم ورحله في يوم تاني، وهكذا. لو جربتوها أو ناويين تجربوها يلا نشجع بعض.